ايه الفرق بين الفرصه واللقطه؟ الفرصه لما اجيب لك مشروع في قلب التجمع في منطقه المستثمرين الجنوبيه، والمنطقه اللي حواليك كلها ساكنه، يعني منطقه تقدر مجرد ما تسلم شقتك تسكن فيها على طول. دي اسمها فرصه، لان انا هقسط لك ده على 7 سنين وعلى 8 سنين ومدة تقسيط طويله. دي اسمها فرصه. انما في حاجه تانية كمان بقى اسمها لقطه. اللقطه ان انا اجيب لك مشروع كومباوند في منطقه كويسه جدا عند تقاطع شارع ال90 مع طريق السويس، على بعد 3 دقائق من الرحاب و7 8 دقائق من الجامعه الامريكيه الاي يو سي، وعلى بعد 7 8 دقائق من مدينتي، واقسط لك على 8 سنين وباقل سعر في التجمع. يعني الشقه اللي موجوده الثلاث غرف نوم تبدا من 6 مليون ونص بالتقسيط على 8 سنين. يعني نبص نلاقي ان القسط معانا في حدود ال 50,000 جنيه في الشهر او 150,000 جنيه في الكوارتر. ده يبقى اسمه لقطه. اللي عايز يعرف ده بجد، عايزك تشوف الاسعار بتاعت التجمع. لما تلاقي دلوقتي شقه 3 غرف نوم بالتقسيط سعرها موجود 8 مليون و10 مليون و15 مليون كمان. فلما اقول لك ان شقه هنا في الكومباوند ده ب 6 مليون ونص، لا دي تبقى لقطه. بالذات كمان ان هي مع شركه كبيره محترمه ليها سابقه اعمال، والكومباوند محترم جدا. في لقطه تانية بقى بس في الاداري والتجاري. الاداري والتجاري فيه لقطه كويسه قوي، اللي هي ايه؟ مول مبني بنسبه 80%. يعني تقدر دلوقتي تعين الوحده بتاعتك سواء اداري او تجاري. ومش بس كده، ده انت كمان الوحده بتاعتك دي في منطقه اوريدي ساكنه وعمرانه، مش منطقه لسه هتتبني ولا الكلام ده، لا بالعكس دي منطقه ساكنه وعمرانه من دلوقتي. وان انا اقسطه لك كمان مع شركه كبيره ليها سابقه اعمال وبمقدم 10% بس. لو مهتم تعرف اكتر، سواء تستغل الفرصه دي او الفرصه دي او اللقطه دي، سجل بياناتك معانا وابعت لنا وهنبعت لك كل التفاصيل.